السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هو ليه ليه دفعة دفعة 2025 2025 اغلبهم ما أغلبهم ما جابش جابش مجموع؟ مجموع؟ فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عندي وعند دكتور معاذ عشان يجيلكم الفيديوهات الجاية، واعمل لايك بقى عشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيدوا ان شاء الله. اول غلطة معظمكم بيقع فيها عدم اعترافك بتقصيرك والمشاكل اللي عندك. يعني ايه عدم اعترافك بتقصيرك؟ يعني انت عارف ان المحصلة بتاعتك قليلة وانك بتذاكر قليل ومع ذلك بتكابر وتوهم نفسك وتقول ان شاء الله هجيب مجموع عالي، ان شاء الله مش عارف ادخل كلية كذا، وانت في الاخر انت اللي هتتصدم لان انت بتضحك على نفسك. لو انت عندك اي مشكله وانت عاوز تحلها الفتره دي، اول حاجه لازم تعملها انك تعترف انك مقصر فيها. يعني كان في مثال مستر محمد صلاح ضربه وقال ان انت دلوقتي مثلا في المراجعه النهائيه عندك 10 ساعات فاضي، وال10 ساعات دول مطلوب منك ان انت تذاكرهم عشان تخلص الواجبات والحاجات اللي عليك. رحت حضرتك ذاكرت 5 ساعات بس وعملت تقول في نفسك يا نهار ابيض انا ذاكرت 5 ساعات. لو هنعتبرها 1+1 ومفيش توفيق مثلا وربنا مش هيكرمك، فانت المفروض اخر السنه ان انت تجيب 50%. انت عملت نص المحصله بتاعتك وعملت نص اللي كان مطلوب منك، فتلاقي ربنا كرمك ب 75% وتقول ايه يا نهار ابيض ايه ده انا ازاي جبت المجموع ده، وتعيش بقى في دور المظلوميه وتلعن الثانويه وكل الكلام ده، يعني مع ان ربنا سبحانه وتعالى كرمك باكتر بكتير من اللي انت اصلا كنت تستحقه. فانت من دلوقتي كده شوف المجهود بتاعك هيوصلك لحد ايه وابدا قيس عليها. لو انت عايز كليه معينه وانت عارف ان الكليه دي لازم عشان توصل لها تكون عامل مجهود كتير قوي، فبلاش من دلوقتي تضحك على نفسك وتقول ان انت بتعمل نفس المجهود بتاعها. وطبعا انت ممكن تعالج النقطه دي وتقول خلاص طب انا هذاكر، ولكن اصلا تبدا تذاكر غلط. وده ينقلنا لتاني نقطة معانا، وهي المذاكرة غلط، اللي هي مثلا اللي انت تكون بتذاكر بالنظر، انت بتعدي على المنهج بعينك، انت بتذاكر بتيجي تحل ما بتعرفش تحل، يبقى طريقة المذاكرة دي مش نافعالك، يبقى انت دي مش مذاكرة. انت محتاج تذاكر بالورقة والقلم، تقعد تحفظ كده بالورقة والقلم. انت مثلا بتحفظ بالورقة والقلم بس انت ممكن تعرف تذاكر بعينك، فخلاص انت كده بتعرف تذاكر بعينك فانت توفر. في ناس بقى بتقعد تلخص وتعمل ملخصات، وفي الاخر بترمي الملخصات دي وما بتذاكرش منها. او مثلا حاجة تانية، اللي انت بتذاكر حاجات اصلا مش هتيجي في امتحان اخر السنة، تيجي تذاكر لي النصوص والقراءه بتوع العربي، ما هو مش هيجوا اخر السنه هتقول لي لا قدر جابهم، مفيش حاجه اسمها قدر جابهم يا. يعني اللي انت مثلا تقعد تذاكر التجويدات بتاعه المدرسين في كلمات الانجليزي برضو مش هتيجي. تقعد تذاكر لي مثلا تجويدات مدرسين الاحياء، اللي هو يقعد يقول لك تعالى نفكر نجيب الفكره من كليه طب مش عارف من ايه مش عارف. ده كله ما بيجيش، لان الراجل في اخر السنه هيجيب لك سؤال برضو عادي، لو عايز يجيب سؤال اول مره تشوفه هيجيبه. فشغل بقى ان انت تقعد تخرج لي من بره المنهج وتذاكر هنا وتذاكر هنا، دي كلها مذاكره غلط وانت قاعد تحرق على الفاضي. فانت تذاكر منهجك، تذاكر بالطريقه اللي تنفع لك، تحاول تستفيد قدر الامكان. ففي وسط المذاكره الغلط دي كلها بتنسى ان انت تحل مشاكلك في المذاكره اساسا، وده ينقلنا للنقطه الثالثه. فرقة غلطة مش بتحل المشاكل اللي عندك في كل مادة ومش عارف ايه اللي ناقصك في المواد دي. يعني ببساطة أي واحد فينا لما بيدخل السنة كده لازم يقابل مشاكل في كل مادة، وطبعا المشاكل دي بتختلف من حد لحد. في منكم دلوقتي عنده مشاكل في الكيمياء، واحد تاني عنده مشاكل في الفيزياء. أنا واحد دخلت السنة لقيت نفسي عندي مشاكل في الفيزياء ومش عارف أحل فيزياء طول السنة. هل لو كنت بقى قعدت يا نهار ابيض انا هقعد بقى ساكت خلاص كبر دماغي بلا فيزياء بلا بتاع، وانا عارف ان انا عندي مشكله في الفيزياء وانا بعاني من الفيزياء، انا لو دخلت الامتحان وانا قاعد سايب نفسي للفيزياء كده كنت هجيب 23 من 60. ونفس الموضوع انت، يعني انت مش بعيد عن الموضوع ده. فانت من دلوقتي شوف كل مشكله عندك في اي ماده واكتبها وانت قاعد دلوقتي، اكتبها وابدا اشتغل عليها. عندك يا عم مشكله مثلا في حفظ المعادلات في الكيمياء، شوف يا عم اي طريقه. طب مخططات مش عارف اجمعها، مش عارف احل فيزياء، ادخل يا عم اسال اي حد من اصحابك اللي عارفين، اسال المستر بتاعك، حاول مره واتنين في الماده. بس طول ما انت سايب الماده وبتضحك على نفسك وفاكر ان الماده تتحل لوحدها في اخر السنه، هتدخل بجد نفس الدرجات اللي انت بتجيبها اللي مش عاجباك دلوقتي ممكن لا قدر الله تجيبها بعدين في الماده دي. فليه تحط نفسك في الزون دي؟ وده طبعا احنا شفناه السنه اللي فاتت. معظم دفعه 2025 بجد كتير جدا منهم كانوا جايبين في مواد كتيره 30 من 60. وبالمناسبه 30 من 60 دي يعني اصلا كان ساقط في الماده والوزاره هي اللي نجحته. كل ده ليه؟ لانه في كتير بجد كان بيعاني يقول لك الله انا عندي مشكله في الفيزياء ومش عارف احل فيزياء، ويفضل يصيح طول السنه من الفيزياء. طيب تيجي تساله يا ابني انت قعدت حليت الفيزياء؟ لا. طيب انت قعدت مع نفسك كده حاولت تشوف اي طرق تحل بيها فيزياء؟ انا ما اعرفش بس انا دخلت الامتحان ما بعرفش احل. اما لو كنت فاكر نفسك هتدخل الامتحان وتعرف تفرتك الامتحان اكيد ما كنتش هتعرف تحل. ومن اكتر المشاكل اللي عند معظمكم ان معلوماته عشوائيه في كل ماده ومش مربطه ببعض. معلوماتك ازاي بتبقى عشوائيه في كل ماده؟ بانك اللي انا مثلا اقول لك تعالى هات في الاحياء، فاكر ايه من الماده؟ هتقول لي فاكر في الباب الاول كان فيه شويه عظم كده، والباب الثاني كان فيه شويه هرمونات، اخر باب كان فيه الدي ان ايه. تعالى يا ابني حل سؤال ما تعرفش ده، هتحله بحل الشوامل، اللي انت تربط المنهج مع بعضه. يعني عشان ما تجيش مثلا في اخر السنه تقول لي لا يا اسطى انا مذاكر المنهج والدنيا جميله ومش عارف ايه، هتخش مثلا اول مره تربط المنهج ببعضه مش هتعرف تحل. ده مش غلط ولا سوء مذاكره منك، ده لانك ما ربطتش المنهج مع بعضه، عمال تذاكر لي شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، اجي اسالك سؤال مثلا يخلط الثلاثه مش هتعرف. عشان كده دايما اهتم بالشوامل، وانا بقول لك ان دايما مدرسين اونلاين او اي مدرس ما بيهتمش بالشوامل هناك غير على 1/6.
هتقول لي حل شوامل ازاي؟ هقول لك زي ما انت بتحل اي حاجه، افتح الشامل، حل اللي انت عارفه واللي انت مش عارفه سيبه. لو انت مثلا شايف ان النقطه اللي انت مش عارفها دي سهله تلحق تراجعها دلوقتي، ارجع بص عليها مره في مره، بتلاقي الاسئله تتعاد. وده كله في الاول والاخر في اللجنه بيبقى توفيق ربنا. خامس نقطه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. من دلوقتي كده انت لازم تكون عارف توفيق ربنا سبحانه وتعالى في السنه بيكون عباره عن ايه. يعني هل ممكن تلاقي حد كان حاسب مش عارف 30% وليه نفسه ما شاء الله جايب 90، ما شاء الله ربنا كرمه، ايه ده انا خرجت من امتحان العربي رجعت والله العظيم ولقيت نص الامتحان عندي غلط، ايه ده بس ان شاء الله ان شاء الله يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى هيخلينا اجيب 70 في 60 في الماده. لازم تكون فاهم كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بص، اول حاجه التوفيق ده في حاجات بجد بتخليه زياده. يعني ببساطه طول ما انت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى طول السنه، وطول ما انت معترف ان انت كنت مذنب وكنت غلطان، كلنا بنقع في ذنوب بجهلنا، اعترف من دلوقتي كده ان انت كنت مذنب وكان فايتك حاجات كنت بتعمل ذنوب، توب لربنا سبحانه وتعالى الفتره دي، والله العظيم بجد هتلاقي تحس كده ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى زاد معاك جدا جدا، سواء في مذاكرتك سواء في انك كان عندك مشكله في ماده اتحلت. ولكن ايه، ما تكونش واحد بيعمل 900 ذنب وبيجاهر بالمعصيه هنا وهناك، وقاعد بيتكلم في دي ودي يتكلم في ده وحاجات غريبه كده في ثانويه، وفي الاخر عايز ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. بجد يعني انت بتعمل حاجه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى عكسها الناحيه الثانيه. توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيتمثل في انك والله العظيم هتشوفه في حاجات، هتشوف ان انت مثلا عندك كميه واجب وكميه دروس قد كده انت عارف انك مستحيل تخلصهم النهارده. توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده ممكن يجي لك على هيئه بركه في الوقت، انك بجد يبارك لك في وقتك ويوصل لك الدنيا حواليك يخليك تذاكر كل الحاجات دي. ممكن يجي لك في امتحان وانت قاعد بتمتحن انك السؤال ده انت خلاص ضاقت بيك الدنيا كلها، وانت لو اتشقلبت مش هتعرف تعمل السؤال ده. والله كانت بتحصل معايا انا، مثلا كان في سؤال انا خلاص بالطول بالعرض مستحيل اعرف احل السؤال ده اللي هو الاجابه دي ولا الاجابه دي، ولكن خلاص يعني جيت مختار اجابه عشوائيه، ما انا خلاص انا مش عارف احله، واتفاجئ بكرم ربنا ان هي تطلع صح، فده كرم ربنا سبحانه وتعالى. ولكن طبعا انت من دلوقتي لازم تكون بتاخد بالاسباب اللي تخلي توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معاك دايما. وبما اننا جبنا سيره ان انت لازم تكون بتاخد بالاسباب عشان تلاقي توفيق ربنا سبحانه وتعالى، فطبعا مشكله كتير جدا بيقع منكم ان هو مقضيها فيديوهات نصايح ومش بيذاكر اصلا. طبعا وما اكثرها فيديوهات النصايح على اليوتيوب، فيديو هنا وفيديو هنا وفيديو هنا، زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. انت لو سايب اللي في ايدك وجاي تقول لي انا جاي استفيد منكم يا رجاله، انتوا في طب يا رب اكون زيكم، الشغل ده يا اسطى ما بيجيبش. انت لو سايب اللي في ايدك وجاي تتفرج علينا كنوع من انواع المذاكره، ده عبط. لازم تكون شايف بجد هل الفيديو ده هيحقق استفاده اساسا، ولا انا داخل عشان بقى ايه، انا مش عارف الم الفيزياء، اما اخش اشوف كده فيديو ازاي احل فيزياء، اما اخش على الفيديو اللي بعده، اخش على الفيديو اللي بعده، التعليقات اللي بلاقيها هنا بلاقيها هناك، بلاقيها هناك بلاقيها هناك، نفس العيال، وفي الاخر يقولوا يا لهوي انا ما جبتش مجموع. طب ليه يا اسطى؟ ما هو انت اصلا واخد فيديوهات النصايح دي اللي هو انت ده نوع من انواع المذاكره. او مثلا العيال اللي هي بتقول لك فيديوهات النصايح بتاعتي غير فيديوهات نصايح اي حد، اسمعني يا ابني. لا، فيديوهات النصايح اللي انت بتسمعها زي غيرها زي غيرها، كله بيقول نفس الكلام، والكل برضه بيقول لك انا بقول كلام غيري، هو نفسه برضه بيقول نفس الكلام. خش اتعلم ان انت تحل مشاكلك مع نفسك، وخش اتعلم ازاي تحل بالطريقه الصح، ازاي تحل كل حاجه بالطريقه الصح. سابع نقطة، وأنا أكاد أجزم إن النقطة دي بالذات يمكن 99% من طلبة ثانوية عامة بيقعوا فيها، عدم الاستفادة من الحل بالطريقة الصحيحة. يعني ببساطة أنت دلوقتي في فترة حل، هتلاقي نفسك كل واحد فيكم بيحل في كل مادة مش بهزر ما يقرب من 4-5000 سؤال لحد ما يدخل الامتحان، وفي الآخر تلاقي نفسه بيغلط في حاجات تافهة. يبقى أنت كده ما كنتش بتستفيد من الحل، ده كده حاجة كده وش يعني. أنت من دلوقتي يا عم هنسيبنا من اللي فات، انت دلوقتي جبت كتابين في كل ماده، الكتابين دول كل كتاب مثلا على كل باب حضرتك بتاع 200 سؤال، يعني هنقول رينج 400 سؤال على كل باب، فحضرتك بتروح تحلهم وفي الاخر تيجي في نفس الباب عليك غلطان فيه، وغلطان فيه اسئله ما تغلطش فيها عيل صغير. المراجعه النهائيه مش زي اول السنه تروح تغلط في حاجات عبيطه وحاجات مش مستاهله انت حللها اصلا وانت حللها دلوقتي. فلا، السؤال اللي انت تغلط فيه لازم تكون بتعمل كده بجد. انت دلوقتي يا عم حليت الواجب بتاعك وحليت ال 100 سؤال اللي عليك دلوقتي، بعد ما حليتهم عثرت فيهم طبعا وانت بتحل في اسئله بتقف معاك، علم جنبها كده ان انت والله السؤال ده مش عارفه، السؤال ده ليه ب، السؤال ده انا اخترته الف بس ليه مش ج. اعمل كده في كل سؤال بجد هيقف معاك. خلص ال 100 سؤال علمهم من الماستر بتاعك من اي فيديو، علمهم المهم كده سريعا. علمتهم لقيت يا عم عندي 20 سؤال غلط، ما اروحش انا بقى اسيب ال 20 سؤال دول يا نهار ابيض انا بغلط كتير شوفوا لي حل انا بغلط. ما تعملش كده، دي مش فتره بقى تشكل حد وحد يقول لك حل سحري. انت من دلوقتي اي سؤال في الدنيا يقف معاك يا عم قلم هايلايت كده وعلم عليه بحيث انك تعرف السؤال ده، واكتب كده كل الخطوات بتاعته. افتح فيديو شرح بتاع المستر، مش شرط تقعد تسمع كل الحل. سؤال 15 انا غلطان فيه، هاته وشوف المستر حله ازاي، انت ليه ما عرفتش تحله؟ ايه ده فكره جديده؟ طب ماشي انا ما كنتش عارف الفكره دي، ما اروحش بقى بعد بكره اسالك في نفس السؤال ليه غلطت فيه تاني، انت كده مش بتستفيد بالحل بربع جنيه والله.
وده بجد اللي بيخلي المعظم يدخل امتحان اخر السنه ويبقى فيها اسئله بجد مش مستاهله ومع ذلك يغلط فيها، لان هو من الاخر بيحل الواجب كروته او بيحله مش بيستفاد منه. فانت اي سؤال يقف معاك، اي سؤال اي فكره استفاد بيها، حتى لو هتعمل كشكول خاص كده لاي غلط انت بتقع فيه بجد والله هتستفيد منه جدا. ولكن طبعا بما اني لسه بقول لك ان انت الفتره دي فتره حل، فده هنا النقطه اللي بعدها ان انت مقضيها سماع شرح ومش بتحل. طبعا فيديوهات الشرح مهمه لو انت ناسي المنهج، بس اهم حاجه ما تقعدش قاعد تسمع لي فيديو الشرح، الله شرح المدرس جميل مش عارف ايه، الحل انت ما بتحلش بايدك، لا الله انا بتفرج على حل كتاب كذا من اليوتيوب، هل كده انا بحقق استفاده؟ ولا بتحقق استفاده ولا بتاع. طبعا انت بتحل السؤال قبله تمام، انت كده بتحقق استفاده، بس ما تقعدش تتفرج ده مثلا بيحل انا قاعد احل معاه. انا تيجي في اخر السنه تقول لي انا حليت 3 كتب، حليت ال3 كتب ازاي؟ اتفرجت على فيديو حل ليهم. ايه يا ابني ده؟ يا ابني مش حل يا ابني. ولازم ما تقعدش تسمع فيديوهات الشرح وخلاص، يعني مثلا في المراجعه النهائيه هتقول لي يا اسطى انا هسمع المنهج كله تاني، ليه يا اسطى؟ اقعد راجع، انت عارف لما بتراجع مع نفسك احسن 100 مره من اللي انت تقعد تسمع لي فيديو شرح هنا وفيديو شرح هنا وفيديو تريكات وفيديو. ايه يا حبيبي؟ ابعد يا اسطى عن شاشه التليفون، بطل تقليب وابعد عن شاشه التليفون، صدقني الدنيا هتبقى جميله، اقعد حل وطبق مع وده نفسك. لان على اكتر نقطه بتضيع حوالي 90% من وقتك السوشيال ميديا وتضييع الوقت. انت في الفتره دي يمكن اخر مره حد يتكلم معاك في الموضوع ده انك بتضيع وقتك ومش بتستغله صح. حوار بقى تقول لي والله العظيم معلش اصل انا بستريح شويه على التيك توك، الماستر بتاعي بينزل ميمز جامده قوي، ميمز تحفه بجد على الفيس، فانا مش هقدر اسيب الميمز للاسف، بس هضيع كام ساعه وهسيب الواجب عادي. فبالله عليك السوشيال ميديا بتضيع وقت 99% منكم والله. فبلاش شغل بقى ايه السترونج اندبندنت وومن ده، وانا والله العظيم بعرف اتحكم في وقتي، وانا بعرف اعمل محتوى على فكره جنب السوشيال ميديا، وبعمل انبوكسنج وكتب المدرسين، وبعرف استغل وقتي. والله ما بتعرف تستغل وقتك وهتلاقي نفسك سايب المنهج وقاعد بتعمل الحاجات العبيطه دي. فبالله عليك فتره المراجعه النهائيه لازم بجد كلها تكون مذاكره. لو انت طول السنه يا عم كنت فاتح سوشيال بتعمل اي حاجه في الدنيا بتضيع وقتك، بلاش بقى هي المراجعه النهائيه. اي حد كان مقصر مش مقصر وعاوز يظبط بجد يمسك فتره المراجعه النهائيه دي ما يعملش حاجه في حياته غير انه بيسمع الشرح، يحل ويذاكر ويحل وغالبا بينام بس. فانت ما تروحش تقول لي بقى انا هفتح تيك توك، انا بفتح فيس، انا بفتح بجد فيديوهات تيك توك عندكم بلاقي كميه ثالثه ثانوي كلها قاعده على تيك توك، بتعملوا ايه بجد؟ وفي الاخر نفس الفئه دي بتقعد تصيح يا نهار ابيض انا مش لاحق اعمل حاجه، انا عندي مشكله مش عارف في ايه. فبالله عليك بلاش تكون زي العيال المغيبه دي، واستغل وقتك كويس جدا، انت اولى بيه في الفتره دي. وطبعا بما اننا جبنا سيره السوشيال ميديا والتيك توك، فده قلنا على النقطه الاخيره، المرقعه الفارغه، وانك قاعد عملت ساعه على التيك توك وانت اصلا مش بتذاكر. طبعا المرقعه الفارغه وما اكثرها يعني عند بتوع ثانويه عامه، سواء فيديوهات اليوتيوب او فيديوهات التيك توك او فيديوهات الانستا، هتلاقي واحد ثانويه عامه على فيديو دي دمعه تايهه في مجره ومش عارف ايه، وده غالبا اللي هيطلع في اخر السنه يقول الامتحانات صعبه ومش عارف ايه والامتحانات كانت متسربه. انا قبل كده يا جدعان شفت وليه امر، انا مش عارف وليه امر دي مش فاهم ثانويه عامه اكيد ماشيه ازاي، اللي هم عملوا هاشتاج اضافه 16 درجه في ماده الاحياء لجميع طلاب ثانويه عامه. ما لو اضافوا لجميع طلاب ثانويه عامه ما استفدناش حاجه، ما هو دخول الكليات بالتنسيق مش بالدرجات، فاهمني؟ فانت بقى هتنساق وراء السوشيال ميديا وده يصيح وانت تقوم تكتب له كومنت ربنا يوفقك وربنا يعديها على خير. لا يا اسطى سيبه يصيح، لا والله اصل هو صياح، هو اصلا ما بيذاكرش، انت عارف لو بيذاكر ما كانش هيطلع يصيح، او يا اما هو بيذاكر وبيطلع يصيح عشان يغزي العين، بس يعني ما فيش ولا واحد من السوشيال ميديا عملها لحد دلوقتي اللي هو يطلع يصيح وهو بيذاكر، فهو كله صياح. فبطل تنساق وراء الصياح، ده يصيح شويه لا اما اتفرج عليه، ده يصيح شويه. انت مثلا متدمر نفسيا من المذاكره فتخش على فيديوهات الصياح تحس ان الدنيا كلها شكلك، فما تذاكرش. ليه يا اسطى؟ اركن العيال دي على جنب، العيال دي اكبر مصدر احباط موجود، سواءها او حتى فيديوهات التحفيز، لان فيديوهات التحفيز بتمشيك 5 دقايق وتخش تنام بعدها، بتعلي الدوبامين جامد بعدين بيوطى، فهي كلها فيديوهات. فابعد عن السوشيال ميديا خالص صدقني وعن الفيديوهات دي، يعني فهمني؟ مش بقول لك بقى اتفرج على فيديوهات نصايح واتفرج على فيديوهاتي ومش لا، الدنيا جميله طالما انت ماشي صح، مش مضطر تفضل تتفرج على ده شويه وده شويه وده شويه. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى بجد ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده كويس جدا من كلامه ومن كلام دكتور معاذ. يمكن بجد قلنا نقط مهمه جدا والله غيرك كان بيقع فيها، فلاش انت تكرر نفس الغلط وتقع فيها تاني. ونوعدكم بجد ان والله الحاجات دي لو انت طبقتها وحاولت تتجنب الغلط اللي فيها انك والله هتتحول في الفتره دي وتكون كويس جدا. وبس كده خلاص، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك عندي وعند دكتور احمد عشان نوصل ل1,000,000 مشترك. وبس كده، سلام عليكم.